السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هكلمكم على سهم جديد نزلت عليه توصية بتاريخ أمس. التوصية بخصوص سهم الرمز بتاعه MCQE، مصر الأسمنت إنا. طبعا السهم دوت نزل عليه توصية بحدود شرائية من 25 جنيه ل27 جنيه ونص. السعر المستهدف 35 جنيه بعائد 35%. وقف الخسائر 22.4 بنسبة 13%. أنا بس عايز أقول حاجة بالنسبة لأي توصية سعرية أنا هقولها اليومين الجايين. لو سمحتوا يا جماعة، أي حد يسمع توصية في حدود شرائية من 25 مثلا ل27 ونص دايما يشتري على السعر الأقل. محدش دايما يقولك السعر طالع اشتريه ب26، لأن دوت السهم ده آه، امبارح عمل صعود كبير، والنهاردة عمل خسائر 3.5%. طبعا حدود الشرائية بتاعته نزلت، يعني دلوقتي اللي عايز يشتريه ب24.80 قرش هيشتريه ب24.80 قرش. تمام، يعني بكرة ان شاء الله هيبقى فيه انخفاض، فاللي عايز يشتريه بالسعر المنخفض. هو كده كده يا جماعة ان شاء الله من الاسهم الصاعدة، لان هي قطاعات بتسلم بعضيها، خاصة لما تكون قطاعات في قطاع المقاولات والقطاع الطبي. فأي حد يا جماعة عايز يشتري يستنى على السعر، خاصة في اليومين دول، لأن في تذبذب في السوق وفي صعود وهبوط. فالأفضل إن احنا نشتري في الأسعار اللي نازلة. طبعا هنخش على التوصية. هيقولك السهم احتفاظ نفس اللي احنا قريناه، وقف الخسائر 23.80 قرش. الأداء طبعا سلبي من تاريخ التوصية بسالب 1.2%. يعني هو عمل أداء سلبي من بعد التوصية بنسبة 1.12%. فهو ده اللي احنا بنقول عليه، ان احنا دايما نشتري بالسعر الأقل. وحتى لو هتستنى لغاية تاني يوم أو تالت يوم، طالما انت شايف السوق فيه هبوط، يعني ترقب التوصية. محدش دايما يندفع ويقولك انا الحق التوصية، لا، ما تلحقش حاجة. السوق اليومين دول مفيش حاجة اسمها الحق، في حاجة اسمها استنى لغاية ما يحصل استقرار واشوف ان السعر ده مناسب واداء السهم مستقر، بعد كده ابدأ اخش. حتى لو السعر طلع والسهم ضرب فوق وجري، خلاص مش فرصتك، مش نصيبك. ما تستعجلوش يا جماعة، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.